السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة تالت فيديو هنتكلم فيه عن خدمة اجتماعية. طبعا ناس كتير كانت بتسأل شوية أسئلة، فأنا قلت أرد عليها بدل ما انتوا متلخبطين كده. بصوا، أول حاجة معهد اسمه المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، ده في اسكندرية. تمام، هو الكلية، الفرق ان ده بيبقى مكتوب جنبه مصروفات. طيب ده مؤهله ايه؟ بكالوريوس عادي زي اي كلية خدمة اجتماعية، يعني مفيش فرق. طيب المعهد العالي ده اللي في اسكندرية انتظام ولا انتساب؟ لا، ده انتظام، لان في كليات تانية انتساب في محافظات تانية. تمام كده. طبعا هقول لكم الفرقه الاولى كام ماده، الفرقه الثانيه كام ماده، الفرقه الثالثه كام ماده، الفرقه الرابعه كام ماده. الفرقه الاولى انت بتدرس 7 مواد في الترم الثاني و7 مواد في الترم الاول، وفي ماده اسمها زيارات، دي بتبقى في الترم الاول والترم الثاني. تمام كده، يعني اجمالي 15 ماده بالزيارات. الزيارات دي انت بتطلع زياره مع الدكتور في اي مجال، او يعني بمعنى اصح في اي مؤسسه. تمام كده. طيب سنه تانية برضو نفس الكلام، بس الفرق ان انت بدل ما بتدرس زيارات بتبقى في حاجه اسمها ورش عمل. ده انت بتحضر محاضره مع الدكتور وبيشرح لك شويه اسئله. طيب يبقى في زيارات عملي وفي زيارات نظري في اولى وتانية. طيب تالتة برضو 7 مواد و7 مواد، وبندرس حاجه اسمها تدريب. التدريب ده انا شرحت لكم عنه كتير، قلت لكم بتعملوا فيه ايه وفهمتكم بالنص انتوا بتعملوا في ايه. طب سنه رابعه بتدرس 5 مواد ترم اول، 5 مواد ترم تاني، وبحث ترم اول ترم تاني، وتدريب برضو تدريب سنه تالته وهو تدريب سنه رابعه. بتنزل مؤسسه مع الدكتور بتاعك، يعني بتنزل مؤسسه مع الدكتور بتاعك، بس لا، انت بتنزل مؤسسه عموما. تمام كده، ده في سنه تالته ورابعه. طيب انا هقول لكم مثلا المواد اللي انتوا بتدرسوها في الترم الاول في سنه اولى، والترم الثاني في اولى وثانيه وثالثه ورابعه. اول حاجه المواد اللي احنا بتدرسوها في الترم الاول في سنه اولى ماده اسمها مدخل رعايه اجتماعيه. طبعا زي ما انتوا عارفين ان خدمه اجتماعيه بتدرس علم اجتماع وعلم نفس، دي حاجه اساسيه. تمام كده. طيب ايه هي بقى مواد فرقه اولى ترم اول؟ مواد فرقه تانية، ومواد فرقه تالتة، ومواد فرقه رابعه. مواد فرقه اولى انت بتدرس مدخل رعايه اجتماعيه، حاسب آلي، اقتصاد، شريعه اسلاميه، علم نفس عام، علم اجتماع، الاحصاء الوصفي. طيب مواد فرقه تانية بتدرس احصاء تحليلي، علم اجتماعي ريفي وحضري، اتصال، صحه نفسيه، خدمه اجتماعيه، ممارسة عامة، نصوص أجنبية. طب إيه هي النصوص الأجنبية؟ عشان ناس كتير هتسألني. عموما النصوص الأجنبية دي أنت بتدرس كلمات مش جرامر، بتدرس كلمات قطع. تمام كده. طيب مواد فرقة تالتة بتدرس، هتبتدي بقى تدخل في الأفراد والجماعات والمجتمعات في فرقة تالتة وفرقة رابعة عموما. طيب مواد فرقة تالتة هتدرس العمليات المهنية للعمل مع الأفراد، العمليات المهنية للعمل مع الجماعات، الممارسة المهنية للعمل مع المجتمعات، اقصد العمليات المهنيه للعمل مع المجتمعات. تمام. بحث، خدمه اجتماعيه، تخطيط، مجتمع مدني. طيب مواد الفرقه الرابعه برضه بتدرس افراد، جماعه، مجتمع، بس هتدرس الممارسه نفسها. كنت بتدرس في ثالثه العمليات، هنا هتدرس الممارسه في افراد والجماعات والمجتمعات، وهتدرس المجال الطبي والسياسات الرعايه الاجتماعيه. دي الخمس مواد في سنه رابعه، ده الترم الاول كله في اولى وثانيه وثالثه ورابعه. طبعا طبعا الترم التاني برضو بتدرس نفس الكلام في فرقة أولى مدخل خدمة اجتماعية، أنصر بيولوجي، اجتماع، نصوص أجنبية، صحة مجتمع، حقوق إنسان، علم نفس، اجتماع. فرقة تانية برضو أفراد، جماعات، مجتمعات، سلوك إنساني، أسرة وطفولة، تنمية اجتماعية، ممارسة عامة. فرقة تالتة نماذج ونظريات العمل مع الأفراد، نماذج ونظريات العمل مع الجماعات والمجتمعات، وتنمية المجتمعات والخدمة الاجتماعية في مجال رعاية المعاقين والبحث. الفرقة الرابعة بتدرس برضو رعاية الشباب، مؤسسات اجتماعية، أطفال في خطر، أخلاقيات، الممارسة المهنية، الخدمة الاجتماعية الدولية. أنت بتدرس حوالي كذا مادة عموما في خدمة اجتماعية. انتوا بتدرسوا 52 مادة نظري زي علم الإدارة وعلم اللي هو النفس وعلم الاجتماع. طيب
المعهد ده بقاله 90 سنة، يعني من 1934 I think، يعني مش متذكرة قوي. طبعا المعهد بتاعنا زي ما قلتلكوا مؤهله بكالوريوس زي اي كلية. في ناس كتيرة بقى بتفضل تسأل احنا هنتقابل من كذا، احنا هنتقابل من كذا، احنا هنتقابل من كذا، هنتقابل من كذا. التنسيق اكيد انا مش هعرفه، بس ان شاء الله انتوا تتقابلوا فيه. صدقوني. ناس كتيرة بيفضلوا يقولوا هي خدمة اجتماعية ليها مستقبل؟ ما هو الشاطر زي ما قلتلكوا اللي بعد الكلية هو اللي يعمل كيان لنفسه. مفيش كلية ملهاش مستقبل، انت اعمل كيان لنفسك بس كده. مش عارفة في اسئلة تانية ولا لأ. بس انا زي ما قلتلكوا الحاجات دي حاولت اسهلها عليكم، حاولت ان انتوا تكونوا داخلين المعهد العالي وتكونوا عارفين كل حاجة فيه، تكونوا فاهمين بالظبط المواد اللي فيه. صدقوني الحوار مش صعب عليكم، ان شاء الله ربنا يوفقكم. واي حاجة عايزين تسألوني عليها اكتبولي تحت في الكومنتات وانا هرد عليكم. بس طبعا احنا الفيديو اللي فات قلت لكم وصلوا ل100، ما وصلتوش. الفيديو ده عايزينه 100 لايك. بس كده اشوفكم في فيديو جديد، وشوفوني عايزه اقول لكم عن خدمه اجتماعيه تاني ولا لا. صراحه فيديوهات دي لطيفه وانا بحبها جدا. بس باي.